في المغرب لقوا حاجة مجهولة طعمها حلو قوي، والمجهول اتحول لمجدول، ولما طلع بره بقى اسمه ميدجول. بس الموضوع ما طلعش للكسالة خالص، يعني من الآخر مش كله بلح. هي ايه الحكاية بالظبط؟ اتفضلوا انتوا اعرفوا الحكاية، أنا هخلص ده الأول. برنامج الكونتينر، الراعي الرئيسي حديد عز، خبراء صناعة الصلب في مصر والشرق الأوسط. برنامج الكونتينر، الراعي الرئيسي حديد عز، خبراء صناعة الصلب في مصر والشرق الأوسط. كيرما فارمز بينتجوا التمر المجدول، ملك التمور. يعني محتاج عناية من أول الزرع للفرز للتعبئة واستخدام التكنولوجيا وكمان العمالة اليدوية اللي فاهمة المنتج كويس جدا. حلقة النهاردة حلقة طعمها حلو قوي. باشمهندس عمرو، ازي حضرتك؟ ازيك يا داوود، اخبارك ايه؟ الحمد لله، مبسوط جدا ان انا معاك. وفي البداية يعني ايه كيرما؟ كيرما يعني طاقة، وبلغة أخرى هي خير والعطاء، والحمد لله الاتنين بنحاول نجمعهم عندنا في الموديل بتاع البيزنس بتاعنا. طب ممكن حضرتك تقول لنا البداية من كيرما، ازاي الموضوع بدأ وازاي تطور لحد ما وصلت ما شاء الله احنا مجموعة شباب كلنا باك جراوندز مختلفة، مهندسين ودكاترة، وكنا عايزين نخش في الاستثمار الزراعي. قررنا بقى ان احنا ننفست في مجال التمور، لان ان مصر بتنتج تمور بكميات كبيرة، لكن ما فيش الصادرات بتاعتها مش واخده رانك يعني. أيوة. فشوفنا بقى ان لقينا ان النخل المجدول ده احنا نقدر نزرعه بطريقه كويسه، فركزنا فيه الحمد لله. بس في الاول كنا فاكرين مثلا ان زرعه المجدول دي، النخل عامه كانوا بيقولوا انها زرعه الكساله، يعني زرعه سهله جدا. أيوة. فاكتشفنا ان الكلام ده مش صحيح تماما. ده بالعكس، دي محتاجه معاملات زراعيه يعني دقيقه جدا، الزراعه والري والتسميد والخف، عشان تعرف توصل التمر المجدول. التمر غالي يعني، بيسموه ده كينج اوف ديتس، يعني هو يعني اهم اعلى تمرايه، اعلى جوده واكتر، يعني اعلى قيمه كمان، بره بارقام مش قليله. أيوة. فعشان توصل التمر ده فعلا للعميل بره، سواء كان مستورد او المستهلك، فلازم تعمل معاملات بقى صعبه جدا على الزرع. فاكتشفنا ان هو مش كساله ولا حاجه، مش كساله خالص، بالعكس تماما. انت كنت داخل فاكر ان هو حط شويه ميه وخلاص يفتح ميه طلع عايش شغل العكس جامد. تماما. في ناس كتير وانا منهم كنت فاكر ان التمر عموما يعني او المجدول او كده اللي هو البلح واستوى، يعني هو البلح عادي اللي احنا بناكله وبعدين بتسيبه شويه يبقى تمر. بص، البلح ده هو اسم الثمره، لكن التمر بقى دي حالته بقى ان هو يبدا يبقى نص جاف كده، او يبدا ياخد شويه رطوبه فيبدا يستوي فيبقى يتحول لتمر. يعني انت بتجيلك من على النخله، المجدول ده بيجي من على النخله كانه زي البلح بالظبط اللي هي دي، ولا بيبقى وقع؟ لا، هو ما بيبقاش لسه استوى. يعني بلح دي لسه ما استواش. اول بقى ما يبدا يتمر بيبدا واحده واحده ياخد رطوبه ويبدا يتمر، احنا بنسميه يتمر. فتبدا بقى تحصده. وبرده الفتره دي لازم تاخد بالك كويس قوي من التغير الجو، عشان كده بقول لك هي طلعت مش سهله خالص. ايوه طبعا. ان مثلا ممكن تلاقي الجو حرر فجاه فتضطر ان انت تحصد دلوقتي. لازم تحصد دلوقتي، لان مع انك كنت عامل حسابك ان هو في وقت معين بالظبط يعني. مثلا كمان 10 ايام لسه طبقا للظروف الجويه، لا احنا لسه قدامنا شويه. بينما تلاقي جات موجه حر ولا حاجه تنزل، لازم تجمع كله، يا اما الانتاج ممكن يعني ما يطلعش بالجوده اللي انت مستنيها. ايوه مش سهله. غير ما كنا احنا متصورين خالص. طب يعني ايه مجدول؟ وبرده التمر ذات نفسه. يعني ايه مجدول؟ يعني هو يعني
هو ده بس شكل المجدول صح؟ اه يعني ايه مجدول بقى؟ يعني انا لو شفت دي في اي حته ده مش تمر عادي، ده مجدول. ده مجدول. يعني ايه مجدول وايه الكلمه دي؟ بص هو مجدول ده اساسا هي كانت اتزرعت في المغرب، وكانوا مش عارفين اساسا دي ايه، بس طلعت ثمره جودتها حلوه جدا، وكانوا مسمينها في الاول مجهول. مجهول اللي هي زي مش محدش عارف دي منين. بالظبط، جايه من مجهول. مجهول. وبعد كده اتزرعت فعلا. وبعد كده اتزرعت بقى في امريكا، واتزرعت في افريقيا، وبدات بقى اتسمت بره مجول، واتسمت هنا في مصر مجدول او مجدول. فطبعا بقى زي ما بقول لك هي لقوا ان جودتها عاليه جدا، فبدا بقى مؤخرا كمان يبقى عليها طلب عالي قوي في السوق العالمي يعني. هي خطيره بصراحه كانها مرسومه. يعني هو الطبق ده ما شاء الله انا هاخده وانا ماشي يعني. حبيبي احنا هنلفه دلوقتي. هنلفه هديه كده يعني. هي بتتميز بقى ان هي تمريه كبيره زي ما انت شايف، عكس التمور الثانيه. وهي بقى التجاعيد اللي فيها دي بالظبط كده. وبذرتها صغيره، ولونها الاحمر المحمر ده مطلوب قوي بره. يعني في دول كتير بتطلع التمور بس ممكن مثلا ما يبقاش نفس اللون، ما يبقاش. احنا المنتج المصري مؤخرا الحمد لله بدا يطلب بالاسم، ان انا عايز المجدول المصري. بالاخص. في بلاد بيحبوا مثلا تبقى التمره كبيره، وفي بلاد يحبوا التمره تبقى صغيره. بالظبط كده. واحنا كمان ركزنا بقى ان الحاجات اللي هي مش مثلا ما بياخدهاش مثلا حته زي يوروب، نفتح لها سوق مثلا في شرق اسيا وهكذا. بس يعني زي ما بقول لك كنا فاكرينه كله يا جماعه. انا كنت بقول لهم يا جماعه في الاخر كله لو انا كنت فاكر كله تمر. لا ما عشان يعني كده انا بالنسبه لي انا بحب التمر جدا. فبس انت كده خليتني افكر يعني بعد كده، يعني لما اروح اجيب مجدول هو ده اعلى حاجه، بعد كده احسن حاجه. بالظبط بعد كده هقول لك بالظبط كده. بس كنت هقول لك بس قصدي يعني طب ايه انواع التمور الثانيه اصلا وايه الفرق بينها؟ يعني بيبقى برضه نفس الحكايه بتبقى. بص في اصناف في اصناف حلوه جدا برضه، يعني اللي هو الاصناف العامه بقى اللي هي السكري والعجوه المدينه والصقعي والخلاص. مؤخرا بدات مصر تستثمر فيهم. التركيز الاكبر على المجدول، سواء كان مستثمرين او مزارعين او كده، كله بدا يركز في المجدول، لان زي ما بقول لك هو مطلوب قوي بره، بدا يبقى مطلوب قوي بره، وهو كمان العائد الاقتصادي بتاعه حلو يشجع يعني جدا. مع ارتفاع بقى سعر الدولار والكلام ده. طب انا كنت اعرف ان احنا في البرتقال والفراوله مثلا معديين جامدين قوي في الموالح عامه والفراوله. مظبوط. هل المجدول في الحته دي ولا لسه قدامه شويه؟ ان شاء الله 4-5 سنين الجايين وهنبقى في الحته دي. ما شاء الله. لان اللي زي ما بقول لك الدوله مهتميه بيه ومهتميه بالمستثمرين وبالمزارعين في المجال ده، لان هم عارفين ان ده بيتصدر بارقام كويسه، فعايزين يساعدوا عائدات مصر من الدولار ان يرفعوها وكده. كلنا محتاجين. وانتم المنتجات بتاعتكم موجوده عادي في السوق المحلي يعني برضه، مش بس تصدير صح؟ ولا انتم مركزين اكتر؟ احنا مركزين اكتر على التصدير، بس موجودين في السوق المحلي بس مش مركزين فيه قوي، لكن ان شاء الله المستقبل ناويين نعمل كده ان شاء الله. انا عايزك تدوق. طيب يعني انا هدوق طبعا، بس انا عايز يعني انا عارف ان ده بيبقى غالي قوي، بس خليك في السوق المحلي الحاجات اللي هي ايه اللي ماشي حالها يعني بعد هنعمل كده ان شاء الله. ما شاء الله. بص انا خدت قطمه ازاي مفيش بذر. يعني البذره كل ده بالظبط. ايه رايك فيها ده؟ خطيره. وسكرها كمان هتلاقيه مظبوط. خطيره. هو ميزته عشان كده التصدير. بالظبط. هو ميزته كمان ان هو عكس التمور الثانيه، هو ما بيرفعش السكر في الدم قوي، فتقدر. انت عارف ان احنا كمان يعني مثلا في المانجا بتاعتنا مسكره جدا. طبعا دي ما بتتصدرش كويس عشان هم يعني بره مش بيحبوا السكر الزياده قوي ده. جدا جدا. وهو بقى كمان مع انتشار الهيلثي لايف ستايل وبتاع، فبقى ما شاء الله. هي اصلا ما فيش بذر. بص هي عامله ازاي. ما شاء الله. دي خطيره. دي بتاعت ربنا، مش حد عمل اي حاجه خالص بجد. والله. يعني انت اهتميت بالنخله طلعت لك ده بالظبط كده. ما شاء الله. والله العظيم خطيره. الله يخليك. ده انا بعمل لكم يعني ما شاء الله. احنا كمان طريقه الفرز كمان عندنا خط الانتاج بيفرز التمور جوه من جوه، بيعمل زي انسبكشن كده، فحص، شوف اذا كان فيها اي مشاكل سواء من جوه او من بره او عشان تعجبك. ايه ده؟ ازاي دي؟ ما شاء الله والله حلو قوي. الف هلا. شكرا يا باشمهندس. انا هاخد الطبق ده وانا ماشي. يلا بينا. برنامج الكونتينر، الراعي الرئيسي حديد عز، خبراء صناعة الصلب في مصر والشرق الأوسط. برنامج الكونتينر، الراعي الرئيسي حديد عز، خبراء صناعة الصلب في مصر والشرق الأوسط. باشمهندس احمد، ازي حضرتك؟ الله يخليك يا فنان. انا مبسوط ان انا معاك. الله يكرمك. وعايز اسالك على شويه حاجات كده بسيطه. ممكن في الاول تقول لنا خطوات الانتاج؟ اولا بيخش الخام على فرش ناعمه، ده حفظه من الاتربه. بعد كده في عمليه الفرز المبدئي. بعد كده بيعدي على حاجه اسمها مراوح تهويه، ده لحفظها من الاتربه. بعد كده بيخش على الفرز والتدريج المميكن. عمليه التدريج ده في مواصفه انا بحطها على الكمبيوتر بتحدد لي
حجم التمره او حجم المجدول عموما فبينزل في حوار، فبتبدا البنت بتنقيه بتصنفه درجه اولى ودرجه ثانيه ودرجه ثالثه، وبناء بيرجع هنا في مشرفه جوده بتبدا تشيك على الاوزان وعلى كل حاجه الى ان يصل لمرحله التغليف، الى ان يصل لمنتج نهائي. بعد كده بنلم المنتج النهائي وندخله الثلاجه. جميل. طيب ممكن برضه تقول لنا بيانات المصنع، يعني العماله قد ايه، الانتاجيه بتنتجوا قد ايه في السنه، وكمان المساحه؟ عدد العماله حوالي 55 عامل، منهم 45 بنت مدربين تدريب من فتره كبيره معانا، ومعانا 10 شباب دايما دول بقى خدمات يطلعوا شغل من الثلاجه يجيبوه على خط الانتاج. طب والانتاج قد ايه؟ انتاجيه؟ الانتاج في الورديه الواحده حوالي مثلا من 5 ل 7 طن على حسب الخام وعلى حسب حجم المجدول، لان ده بيساعدني في حاجات كتير. اولا طول ما الاحجام متجانسه ومتناسبه ده بيزيد من سرعه انتاج الخط. حلو قوي. طب ومساحه المصنع؟ مساحه المصنع حوالي 4500 متر. طيب انا دلوقتي المجدول ده لو انا اخدته اكله على طول ولا لازم اغسله الاول؟ لا، هو في من نوعين، ممكن تاكله على طول، بس احنا المجدول بتاعنا بيطلع 100%، يعني لو خدته مفيش اي مشكله. طب لو غسلته ده يضره في حاجه؟ لا، ما يضروش في حاجه، ده بالتاكيد مفيش اي مشكله. مفيش اي مشكله. مفيش اي مشكله. ولو غسلته ممكن اخزنه عادي ولا لو اتغسل يعني؟ لا، عادي عادي جدا. عادي. طيب باشمهندس احمد، ممكن تقول لنا الشهادات اللي انتوا حاصلين عليها؟ اولا حاصلين على ايزو 9001 وهو ده نظام اداره الجوده، وحاصلين على ايزو 22000 وده نظام اداره سلامه الغذاء، وحاليا شغالين بناخد البي ار سي وهو الوحده القياسيه والمعايره اللي بيستخدموها في اوروبا. جميل، شكرا جدا يا باشمهندس. باشمهندسه فاطمه، ازي حضرتك؟ الحمد لله. انا مبسوط ان انا معاكي. ربنا يخليك، واحنا اكتر والله. الله يخليكي. ممكن تقولي لي بقى حضرتك بتعملي ايه في المصنع؟ انا هنا مسؤوله عن ضبط وتوجيه الجوده في مصنع كلمه فرز. حلو قوي. طب ايه الفرق بين الفرز والايه؟ والتدريج بالظبط. الفرز ده بيفرز لي التمور الى مثلا حسب درجتها، عشان انا عندي درجات مختلفه في التمور، فبيفرزها لي على حسب الدرجه وعلى حسب اللون. انما التدريج بيفرز لي التمره نفسها على حسب الوزن، ببقى هنا محدده كل مخرج ينزل فيه وزن معين، وبيبقى ظابطين الجهاز عليه وبينزل. طب حلو قوي. انا شايف ان الموضوع كله تقريبا بيبقى مميكن، يعني مش محتاجه العنصر. لا، مش كله مميكن، انا محتاجه العنصر البشري عشان ااكد على جوده المنتج، وبالتالي بقدر اطلع وزن الكرتونه مظبوط من عندي على حسب المواصفات اللي انا شغاله عليها. وكمان البنات هنا بيريحوني ان انا بتاكد من وراهم جودتهم، بيقدروا يفرزوا التمور كويس جدا. ما شاء الله. هم كل اللاين كل خط الانتاج بنات بس، هو ده بقى تحيز اكيد صح؟ لا، ده مش تحيز. صحابك؟ لا، مش صحابي. هم بس بيمتازوا بالدقه، بيفرزوا لي. انا عندي بس في الاكزايت الواحد بينزل لي كذا درجه، فهم بيقدروا يفرقوا لي ما بينها كويس جدا. يعني البنات اشطر من الولاد في الحكايه دي. عندهم دقه في الموضوع ده وصبر طبعا. ما هو ربنا مش بيدي كل حاجه بقى، عشان كده طب ممكن تقول لنا هي بتعمل ايه بالظبط؟ طبعا. دعاء بس هي كده بتبدا فرز، ممكن تجيبي له كذا درجه مختلفه من عندك توريه الفرق ما بينهم. عندي اللي هو المطوق. ده المطول؟ المطوق. اوكي. ودي المنفخ. بتخلي فيها تنفيخ يعني. ايوه. وانت بقى ايوه، فانت بتخلي كل تقريبا نفس الحجم نفس الشكل مع بعض. عندي الكرتونه لازم البريميوم بيطلع بريميوم ما فيهوش اي غلطه، وده بيطلع فرزه لوحده في كرتونه ثاني، وده برده فرزه لوحده في كرتونه ثانيه. اوكي ماشي. شكرا يا دعاء. برنامج الكونتينر، الراعي الرئيسي حديد عز، خبراء صناعة الصلب في مصر والشرق الأوسط. برنامج الكونتينر، الراعي الرئيسي حديد عز، خبراء صناعة الصلب في مصر والشرق الأوسط. دعاء اللي هي أقدم عاملة قدرت بمجهودها ترقي نفسها. يا ترى مؤمن بقى اللي هو أحدث عامل هيقدر يرقي نفسه برضه ولا لأ؟ إن شاء الله نزورهم كمان كام سنة ونلاقيهم هما الاتنين بقوا مديرين قد الدنيا. دعاء ازيك؟ سلامة. أخبارك إيه؟ تمام. ومؤمن أهلا وسهلا بيك. أنت أصغر عامل هنا؟ الحمد لله. مش قصدي أصغر سنا، أنا قصدي أجدد عامل. هو أصغر سنا برضه. ودعاء أنت أقدم واحدة. هبدأ بالقديمة الأول وبعدين أرجع لك. ماشي يا هندسة. بقالك كام سنة دعاء؟ 3 سنين. 3 سنين. طيب إيه اللي اختلف من 3 سنين لحد دلوقتي؟ أنا كنت جاية هنا
بدات تشغيل وتدريب لحد ما وصلت مشرفه انتاج. ما شاء الله بقيتي مشرفه في 3 سنين. طب برافو. طب هل الصناعه نفسها اتغيرت في ال3 سنين ولا انت من ساعه ما جيتي لحد دلوقتي زي ما هي؟ المصنع بيتطور كل سنه عن التاني، بيتطور اكتر والشغل بيكبر والعمال بتكتر معانا. مؤمن ازيك يا مؤمن؟ انت خلصت مدرسه ولا لا؟ خلصت. انت خلصت ايه؟ خلصت كليه تجاره. خلصت دبلوم؟ حلو. وايه اللي خلاك اخترت الشغل ده؟ والله عادي، انا اول ما بدات شغل بعد المدرسه وكده، فهي دي الشغلانه اللي دخلتها، فعادي حبيتها وعجبتني وكده. وعجبتك؟ طب وانت دلوقتي بتشتغل بقالك قد ايه بقى يعني؟ اجدد واحد. سنه واحده. طب وناوي تكمل؟ حبيتها يعني الموضوع. طب وانت بتعمل ايه في المصنع بالظبط؟ والله ببدا في بدايه اليوم بجيب شغل خام وانزله على خط الانتاج، وببدا استلم بقى كرتون منتج تام نهائي على مكنه الشرينك عندنا، وببدا بقى لما بيجيني اوردر وكده اغازل الكرتون بتاعه واغلفه، وببدا ارص على باليتات واغلفها ستريتش واجهزها على الكونتينر. طب انت لو جوعت بتروح خاطف لك تمرايه كده وانت شغال ولا لا؟ قول الحقيقه. مش مشكله عادي. صح؟ عملتها؟ بتعملها كتير ولا عادي؟ عادي يعني حاجات بسيطه. بالهنا والشفا. ماشي، شكرا يا دعاء وشكرا يا مؤمن. باشمهندس محمد ازي حضرتك؟ اهلا وسهلا بيك. اخبارك ايه؟ كله كويس؟ كله بخير الحمد لله. طيب انا هتكلم مع حضرتك عن التصدير، فاحب اعرف احنا بنصدر لكام دوله وايه اهم الدول اللي احنا بنصدر لها؟ الحمد لله احنا بنصدر لمعظم قارات العالم، بنصدر لاكثر من 20 دوله، والحمد لله لاقي رواج كبير جدا في الدول اللي ودينا لها في اوروبا وفي اسيا ومعظم قارات العالم الحمد لله بنصدر لها. جميل. طب هل في دول بيبقى ليها متطلبات مختلفه عن دول ثانيه؟ طبعا هو الدول في من اللون ومن حيث الحجم ومن حيث حتى العبوه الحجم بتاعها، كل دوله ليها متطلبات معينه، والحمد لله من خلال المحطه بتاعتنا بنقدر ندي المنتج للدوله بالمواصفات اللي هي محتاجاها. جميل. طب ايه اكتر دوله انت فرحان ان انت قدرنا نصدر لها؟ والله هو مؤخرا تركيا، لان تركيا السوق بتاعها صعب شويه المنافسه فيه، ولكن بتوفيق ربنا قدرنا نتواجد هناك، وبل بالعكس في طلب مش قادرين نلبيه من كتر الضغط. الحمد لله رب العالمين يعني. وهي سوق منافس جدا يعني. فده مؤخرا الحمد لله مبسوطين جدا اللي هي بوابه اوروبا اصلا يعني. بالظبط. فتواجدنا فيه وفي طلب كبير كمان على المنتج بتاعنا الحمد لله. ان شاء الله يا رب دايما كده. طب حضرتك تفتكر اول كونتينر كان امتى وفين، واخر كونتينر كان امتى وفين؟ اول كونتينر كان بعد ما افتتحنا بشهرين، كان في اكتوبر 21، كان في اسيا لبنجلاديش. تمام. واخر كونتينر بيتعبى حاليا وحضرتك بتصور معانا. رايح فين ده؟ رايح اوروبا ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. طيب الكونتينر بقى بيتملي بيبقى ايه يعني؟ ممكن المجدول يفضل في الكونتينر المساحه، يعني قصدي الوقت الكافي ان هو بالتصدير، ولا بيبقى زي الاطعمه عامه اللي هو بيبقى فيه ثلاجات الكونتينر؟ ما هو الكونتينر اللي بيطلع فيه التمر المجدول بيبقى كونتينر مبرد. كويس. علشان لازم يروح بعد ما خد البروسيس بتاع التصنيع بتاعته، لازم يروح في درجه حراره معينه عشان يحافظ على الجوده بتاعته. فالكونتينر اللي بينقل الحاجه سواء كان بحري او جوي بيبقى مبرد، وفي الغالب الجوي يعني ما بياخدش وقت كبير زي البحري يعني. وانت اوقات بتطلعه اوقات لبعض الكميات صغيره ولبعض الدول في اوروبا بيطلع جوي كمان. جميل. طيب هو المجدول احنا عارفين ان هو اسمه مجدول، بس هنا لقيت مكتوب اللي هو 100 جول. 100 جول ده بقى الاسم المتعارف بيه في اوروبا. هم بقوا خلاص يعني على ما اوصل لهم. بالظبط. يعني هو كان مجهول كان مجدول بالظبط 100 جول. ده الاسم المتداول في اوروبا ليه 100 جول. جميل جدا. مصنع كرمة للتمر المجدول ما بيهزرش في معايير الجودة، ورغم المنافسة القوية في الأسواق العالمية قدر يثبت وجوده في وقت قياسي، وقدر كمان يصدر منتجاته ل20 دولة في أوروبا وآسيا. الكونتينرات دي جواها أجود وأفخر أنواع التمر المجدول من مزارع كرمة في بلدنا، وعليها أحلى جملة: صنع في مصر.